يا كحك العيد يا إحنا يا بسكويت يا إحنا، كل سنة وكلكم طيبين وبخير يا رب وسعادة كده. النهارده بقى أول حلقة من حلقات سلسلة العيد، هنعمل مع بعض الكحك الدايب الناعم بتاع زمان بتاع أمهاتنا، بريحة وطعم زمان من غير افتكاسات ولا اختراعات ولا أي حاجة، على قديمه والنتيجة مبهرة جدًا. عايزة تاكلي بقى الكحك اللي كنتِ بتعمليه أيام جدتِك وأيام مامتِك، يبقى هي دي الطريقة. بُصّوا الجمال والطعامة والتسوية ولا النعومة، شايفين؟ بجد خطير جدًا. لايك بقى وشير كتير كده للفيديو، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة كده هاعمل كيلو من الدقيق، معايا كيلو من الدقيق لجميع الأغراض، ضِفت عليه معلقتين من السكر و3 معالق من السمسم، تمام كده، والسكر حبيبات عادي ولا سكر بودرة ولا أي حاجة. معايا نُص كيلو ومعلقة من السمنة السايحة المقدوحة، تمام كده، نزلت بيها بتكون بتغلي وسخنة كده على الدقيق، وهاسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد كده أجيب معلقة خشب كده مهم جدًا عشان ما تتحرقيش، وتفضلي تقلبي فيها شوية، وبعد كده نيجي بقى لمرحلة البَس، هنبِسّها كويس جدًا، جدًا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، مش شرط طبعًا عجان، خديها على راحة إيديكِ كده وبِسّيها لحد ما تبقى ناعمة زي ما أنتم شايفين كده. وضِفت كده معلقة كبيرة من الخميرة أو باكيت من الخميرة، شوية من الفانيليا، ما باحبش روايح الكحك، لو بتحبيها يبقى الكيلو بياخد معلقة صغيرة من روايح الكحك اللي هي البودر، أو إزازة صغيرة على الكيلو برضه من الروايح السايلة، براحتك خالص. ومعايا نُص كوباية من الحليب الدافي، وينفع كمان تبقى مَيّة، وهاعجن بيها لحد ما العجينة تلِم معايا، مش بنعجن خالص، يا دوب بنلِمّه، تمام كده. الكحك مش بيتعجن، إحنا هنلِم بس العجينة تكون طرية وناعمة معانا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. جبت العجوة والملبن كل واحد فيهم كده لوحده، حطيت له معلقتين كبار من السمنة، وعجنته على البارد، وحطيت عليه شوية من المكسرات وشوية من السمسم، وعملتهم كور كده عشان أشتغل بيها، يبقى بالشكل ده. خدت كده قطعة من العجينة وريحتها على إيديّا زي ما أنتم شُفتوا كده، وبدأت حطيت الملبن هاخد المنقاش بتاعي وأبدأ أعمل الرسمة اللي كلنا متعودين عليها بتاعة زمان، اللي أنا فعلًا باحبها جدًا، وهي الرسمة دي ما فيهاش أي افتكاسات خالص. وهنعمل برضه مع بعض كل الرسومات اللي هتشوفوها شكلها مختلف كده وجديد. دي كده أول واحدة. تاني واحدة برضه باخد قطعة، مهم جدًا كل ما تاخدي قطعة من العجين تريحيها على إيديكِ بالشكل ده وتنعميها، وتروحي واخدة بقى الملبن أو العجوة، وبتسهّلي على نفسِك طبعًا إن أنتِ بتعمليهم كِوَر زي ما أنتم شايفين كده، فهتسهّلي على نفسِك في الشغل. وليه بنحط له سمنة؟ بنحط له سمنة عشان أمّا يدخلوا الفرن ما ينشفوش معاكِ في الفرن. عملتها بالطول بالشكل ده، ودي اللي هي بالملبن، وبدأت بُصّوا خطوة رايح جاي عملتها زي فرع الشجرة كده. كل ده بالمنقاش، وطبعًا ينفع بالبصّامة زي ما أنتِ حابة، بس أنا باحب الكحك ده بالذات يتنقش عشان الكحك ده بتاع زمان القديم. برضه خدت قطعة بنفس الطريقة، ريّحتها على إيديّا وحطيت العجوة، وبدأت أبطّطها بالشكل ده تبطيطة بسيطة كده، ومسكت المنقاش وعملت فيها الرسمة دي. من النُص هانزل كده، ومن الجناب هاخدها كده بالورب أو سمبوكسة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا هتدّيني في الآخر شكل حلو جدًا. بُصّوا الأشكال، هنخلّص الأشكال كلّها بقى واختاري لِك شكل أو شكلين تمشي بيه. أنا اخترت شكلين مشيت بيهم على باقي العجينة كلّها، بس أنا حبّيت أورّيكم كذا شكل عشان لو عجبكم شكل يعني أنتم إيه، تستخدموه. شايفين دي برضه خطين كده بالطول وخطين بالعرض وخطين بالطول وخطين بالعرض، شايفين عاملة إزاي؟ ادّتنا برضه شكل حلو جدًا. تاني أهو زي ما أنتم شايفين أنا باورّيكم كذا حاجة معايا. خدت العجينة ريّحتها على إيديّا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وبدأت أكوّرها وأبطّطها تبطيطة بسيطة كده، وأبدأ بالمنقاش زي ما أنتم شايفين. بُصّوا دي خطين بالعرض وخطين بالطول، حسّيت إن أنتم ما شفتوهاش المرّة اللي فاتت، خطين بالطول وخطين بالعرض، تمام، خطين بالطول وتحت خطين بالعرض. أهي سهلة خالص وما فيهاش أي حاجة وشكلها تحفة جدًا. دي الرسومات اللي أنتم شايفينها. أنتم بقى حابين نقشات تانية تمام برضه، حابين تعملوا بالبصّامة برضه هيبقى حلو وجميل، وممكن تعمليه سادة خالص لإن كده في الآخر بنرُش عليه سُكّر زي ما شُفتوا في أول الفيديو ومش هيبان. بُصّوا الرسمة دي جميلة جدًا أنا حبيتها أوي، إن هنعمل خطوط في النُص كده بالطول، وبعد كده ناخد بالورب من اليمين ومن الشمال، ادّتنا شكل حلو جدًا زي ما أنتم شايفين. إيه رأيكم بقى في الأشكال دي؟ أنا اخترت شكلين منّهم، الشكل القديم
بالشكل اللي العدّة اللي فات ده اللي كان فيه الخط اللي نازل، وكمان اخترت الشكل ده للي بالملبن عشان أفرقه عن العجوة. بُصّوا ده جميل جدًا برضه، عامل شبه فرع الشجرة زي ما أنتم شايفين، وخلّصت أول بقى صاج بالشكل ده، شايفين النقاشات حلوة إزاي؟ طبعًا زي ما أنتم ما شُفتوا كده أنا اشتغلت بالعجينة على طول ما سِبتهاش تخمر، بس مش هاحط أول صاج عملته في الفرن لأ، هاخلّص الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وبعد كده هابتدي بأول صاج عملته، هاسخّن الفرن الأول مدة 10 دقايق، لازم طبعًا يخُش على فرن سُخن عشان كده بنسخّنه الأول، وبنبدأ بقى بأول صاج عملناه تبقي عارفة الترتيب بتاعِك، لسه كمان في صينية ورايا ما ظهرتش معايا في الكادر، فبيبقى الصواني كتير، فتبقي عارفة أول صينية عملتيها بيخش الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، 200 يعني إيه للناس اللي ما عندهاش درجات يعني أعلى من المتوسط، تمام، لحد ما يستوي من تحت باشغّل له الشواية ياخد لون خفيف زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا الجمال والطعامة والنقشات، ما فيش نقشة راحت لإن إحنا ما سيبناهوش يخمر كتير، ما فيش واحدة مفرقعة ولا أي حاجة، لإن التسوية بتاعته مضبوطة، سويناها على درجة حرارة 200 شايفين عامل إزاي، لونه تحفة جدًا، جدًا، وطعمه في منتهى الجمال، وريحته قالبة الدنيا زي ريحة الكحك بتاع زمان اللي كنا بنعمله، بُصّوا الجمال، شايفين الطعامة، شايفين التسوية مضبوطة إزاي، بُصّوا النعومة، دايب دوبان وناعم، وبُصّوا الملبن زي ما أنتم شايفين جوّه كده خطير جدًا، لايك وشير بقى للفيديو لو عجبكم.